كتير من الناس بيفتكروا إن أكتر حاجة محتاجها الشخص المكتئب هو الدعم المستمر والمطلق، لكن الحقيقة الدعم المستمر والمطلق ممكن يكون ليه تأثير سلبي على الشخص المكتئب. الدعم المطلق ممكن يأثر سلبيا على الشخص وممكن يزود المشكلة أكتر بدل ما يحلها. لا، وكمان ممكن تلاقي نفسك متحمل مسؤوليات أكتر من مسؤولياتك، ولما تتعب وما تبقاش قادر إن أنت تعمل حاجة أكتر من كده ممكن يحس الشخص المكتئب إن أنت اتخليت عنه وسبته لوحده. طيب إحنا كده اتلخبطنا، نقدم الدعم للشخص المكتئب ولا ما نقدمش دعم؟ في دايما نقطة وسط، مفيش حاجة اسمها أقدم الدعم بشكل مطلق أو إن أنا ما أقدمش الدعم خالص. لازم يكون في دايما حدود واضحة. لما أنت بتقدم الدعم الزايد أنت بتتعدى حدودك، وإن أنت بتلغي شخصية الشخص المكتئب، فعشان كده لازم يكون دايما في حدود. طيب ليه الدعم الزايد ممكن يضر بمريض الاكتئاب؟ أول حاجة بيبطل يتحمل مسؤولية، لما بيلاقي دايما حد موجود بيحل كل مشاكله، بيعمل له كل الحاجات اللي لازم يعملها، بيعمل واجباته، الشخص بيحس أنا ليه لازم أبذل مجهود؟ ما كل حاجة أنا عايزها بتتعملي. وده طبعا بيخليه يبطل يحاول إن هو يتعامل مع المشكلة، ومع الوقت يكون معتمد عليك عاطفيا ونفسيا، يعني تبقى كده زي إدمان بالنسبة له. المشكلة إن هو لما بيدمنك نفسيا ما بيبقاش عنده المهارات الكفاية إن هو يقدر يحل مشاكله، ومع الوقت بتبقى فيه مشكلتين، مش بس مشكلة إن هو شخص مكتئب، لأ، إن هو كمان معتمد عليك نفسيا. كمان الدعم الزايد ممكن يمنع الشخص إن هو يتأقلم مع الوضع من جديد، وبينسى مع الوقت كل مهارات التأقلم أو التكيف اللي اتعلمها قبل كده، ويبقى وجودك وحضورك هو أكتر حاجة بتساعده علشان يحل مشاكله. كمان ممكن يزود شعوره بالذنب لأن هو معتمد عليك طول الوقت، إن هو حاسس إن هو هيبقى عليك وعلى كل الناس اللي حواليه، إن هو حاسس إنه ضعيف وما عندوش أي طاقة إن هو يعمل أي حاجة، وإن اللي حواليه بيخلصوا كل المهام والحاجات اللي هو لازم يعملها، بيحلوا مشاكله زي مصباح علاء الدين، كل حاجة بتتحل بسرعة ومن غير أي مجهود ومن غير أي تعب. كمان ممكن يخلي العلاج أبطأ. ليه ممكن يخلي العلاج أبطأ؟ لأن الشخص عنده مسكن، عنده حاجة بتسكن وجعه، عنده شخص بيحل كل مشاكله، فبيختار إن هو يفضل في منطقة الراحة، وإن هو ما ياخدش الخطوة ناحية العلاج والاستقلالية، وإن هو يعتمد على نفسه، وإن هو يبتدي يفكر إزاي أقدر أحل مشاكلي عموما. كمان بيدي للشخص المكتئب رسالة مش مباشرة طبعا إن هو ضعيف، وإن هو محتاج دايما للشخص الداعم علشان ياخد أي خطوة في حياته. غير كمان إن هو بيقلل من إحساسه بالإنجاز، لأن كل حاجة هو المفروض بيعملها بتتعمل على الجاهز، فبيبقى حاسس إن هو خلاص، إن هو مبقاش عنده القدرة دي، إن هو ما بيقدرش ينجز أي حاجة. لما يكون الدعم مبالغ فيه ممكن يحس الشخص إن الدعم ده مش حقيقي أو شو، أو إن هو سطحي، وده بيزود عنده الإحساس إن اللي حواليه مش فاهمينه، أو إن هما مش قادرين يحسوا بمعاناته. طبعا محدش هيقدر يحس بمعاناة الشخص لأن مفيش حد عايش في مكانه، هو الوحيد اللي بيحس المشاعر دي، وهو الوحيد اللي بيعاني. لكن الحاجة اللي الشخص المكتئب مش عارفها إن الناس اللي حواليه عندهم قلب وبيحسوا ويقدروا إن هم يحاولوا يفهموا وضعه ووجعه. كمان نقطة مهمة جدا إن هو بيسبب ضغط نفسي شديد على الشخص الداعم. مع الوقت ومع الدعم المستمر الشخص الداعم بيحس بالإرهاق، بيحس إن هو تعبان، بيحس إن هو مش قادر يكمل، وطبعا مع الوقت الشخص ده بيتعب وما بيقدرش يكمل وبيبعد عن الشخص المكتئب. ولما بيبعد الشخص المكتئب بيحس إن هو تخلى عنه وإن هو خلاص بقى لوحده. إزاي أقدر أساعد مريض الاكتئاب من غير ما أثر على حياته سلبيا؟ أول حاجة اسمعه، اسمعه من غير ما تحكم عليه، اسمعه من غير ما تقاطعه، اسمعه من غير ما تعرض عليه حلول، اسمعه من غير ما تعرض عليه خبرات الناس اللي انت تعرفهم.
ممكن بعد كده تبتدي إن أنت تحكي عن الخبرات اللي أنت تعرفهم، أكيد هيستفاد منها، لكن أول مرة اديله الفرصة إن هو يحكي وإن هو يعبر عن مشاعره من غير أي قيود. لما الشخص يعرف إن هو يقدر يحكي لك كل حاجة من غير ما تحكم عليه ومن غير ما تقاطعه، هيبدأ يثق فيك أكتر، وهتبقى بالنسبة له زي منطقة أمان. شجع الشخص إنه ياخد خطوات صغيرة بنفسه، حسسه إنك موجود لما يحتاجك، لكن لازم يكون هو مسؤول ومستقل بحياته. كمان ممكن تساعده إن هو يلاقي العلاج المناسب ليه. يعني مثلا ممكن تبدأ أنت وتدور مثلا على عنوان المعالجين النفسيين اللي موجودين قريب منه والمتخصصين في حالته، وهو يختار ما بين واحد منهم. ممكن مثلا تروح معاه في أول ميعاد أو توصله. المهم يحس إن هو شخص مستقل، إنه شخص قوي، إن عنده إرادة، إن هو يقدر يعمل حاجات كتير لوحده من غير مساعدة أي حد. عشان كده الدعم مهم جدا، ولكن بحدود. الهدف الأساسي من الدعم إنك ما تشيلش الحمل عن الشخص المكتئب. الهدف الأساسي من الدعم إنك تساعده إن هو يعرف الطريق المناسب علشان يساعد نفسه بنفسه. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد ومع السلامة.